وعلى رأي المثل وبنرجع مع حضراتكم على الهوا. والفقرة الحقيقة أنا سعيدة جدا إن لقت استحسان حضراتكم وتفاعلكم معانا. والمثل النهاردة بيقول حصيرة الصيف إيه؟ واسعة. حصيرة الصيف واسعة. نزلنا المثل على الفيسبوك وفي كتير من أصدقائنا اشتركوا معانا وقالوا تعليقاتهم. أنا هقول تعليقي في الآخر لكن هاخد تعليقات أصدقائنا اللي بعتوا لنا. منة الله بتقول بالتوفيق ان شاء الله للحلقه، ميرسي جدا يا منى. الصديقه والزميله منيره كمال الدين بتقول حصيره الصيف واسعه ولمه الحبايب حلوه. صح يا منيره وبشكرك ويا ريت تشتركي معانا كل اسبوع. صديقه البرنامج عزه محمد بتقول القصد بالمثل ان حصيره الصيف واسعه، يعني لو البيت حتى صغير بيكفي الحبايب كلهم وبيسعهم. صحيح يا عزه، ده معنى المثل. الصديقة إسراء عابدين بتقول حصيرة الصيف واسعة، أعتقد عشان بتبقى أجازة ولمة والبحر والأسر كلها بتتجمع على الشط ونلعب وننبسط كلنا سواء. دي أكتر حاجة بتيجي في بالي أول ما قريت المثل، وبالتوفيق لحضرتك يا رب. ميرسي يا إسراء، وفعلا كل اللي جه في بالك ده مظبوط، هو ده المعنى الحقيقي للمثل. عندنا دودي أحمد بتقول أعتقد المثل ده بيشرح أن الساعة المقصودة بيها هنا هي المحبة مهما كانت الظروف فيها، يعني تسع او ما تسعش الاماكن، زي ما في المثل بيقول الجوده بالموجوده. فعلا هو شبه الجوده بالموجوده. السعاده تقاس بس بالناس المتواجده معانا شبهنا ونحب نقعد معاهم، ويبقى ما فيش تكلف ولا تصنع. حقيقي يا دودي. الزميل استاذ علي ابراهيم بيقول صح، حصيره الصيف واسعه. كانوا العيله بتيجي في الصيف في بيت العيله في اسكندريه والبيت زحمه وكلنا بننام في اي حته، وكان والدي يقول لامه حصيره الصيف واسعه كل واحد ينام في اي حته. حقيقي يا استاذ علي. عزة النقيب بتقول المقصود بحصيرة الصيف واسعة إن المكان يساع من الحبايب ألف، يعني الصيف والصحبة الحلوة واللمة هي الأساس، وهي الشغف والمحبة بين الأهل والأصدقاء. مش مهم بقى نتقيد بمواعيد نوم ولا أي حاجة، ولا يهمنا المكان حتى لو كان هننام في الفرندا مثلا والشباب هينام فيها هنقعد فيها، مش مهم، المهم السعادة. ده حقيقي. الزميل المخرج عاطف عبد الحميد بيقول يعني النوم مش محتاج سرير، كله ينام على الأرض في الصيف من الحر. صحيح يا عاطف، هي اللمة أهم حاجة. دعاء عيد بتقول صباح الخير على حضرتك استاذ غاده وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دعاء، صباح الخير. المثل ده من الامثال القديمه، الجيل الجديد من الاساس ما يعرفوش. في الغالب الحصيره اللي كانت موجوده في البيوت سواء من المنتج الاساسي وهو بعض الالياف الطوليه من السجاده حاليا، او الحصيره الحديثه من البلاستيك حتى لو كانت الحديثه، الاثنين يقوموا بنفس الغرض. في وقت الصيف تفرش الحصيره على الارض لانها خفيفه وتسمح بوجود تهويه للارض، وكله ينام وكله يصيف وكله ينبسط. في حد اسمها الله يرحمك يا امي بتقول حقيقي فعلا حصيرة الصيف واسعة، وده حصل حرفيا في بيت ابويا امبارح. فرشنا حصيرة وقعدنا انا واخواتي واولادنا لحد الصبح. قد ايه لمة العيلة جميلة حقيقي. ولبنى انياني بتقول بالتوفيق. انا بشكركم جدا كل الاصدقاء اللي بعتوا لنا واللي اشتركوا معانا في الفقرة. وهقول لحضراتكم تجربتي انا مع المثل ده. زمان واحنا صغيرين كان مامتي تقول ايه، ابقى قاعده انا ومامتي مثلا ونينا جدتي وتقول ايه، انا حجزنا مصيف هنروح وهناخد معانا طنط فلانه وولادها. ماشي، وطنط فلانه وولادها. اقول لها ماما ازاي؟ الشقه هي شقه في الاخر، حتى مهما كانت كبيره هي شقه. ازاي كل الناس دي هتنام في المكان ده وناكل ونشرب وننام ونقوم ونقعد مثلا اسبوع في الصيف؟ ازاي يعني؟ فنينا تقول ايه، يا اختي حصيره الصيف واسعه. الحقيقه ما كنتش بقتنع بالكلام ده لغايه لما انا كبرت وبقيت انا انظم الحاجات دي. فعلا كنا بنطلع المصيف وناخد قرايبنا واولادهم، كانوا اصحابي اولادي صغيرين ويجيبوا اصحابهم وقرايبنا، وقعدوا اقول ايه يا خبر، هي الشقه هتكفي كل ده مهما كانت كبيره، يعني هتكفي كل الناس دي؟ وارجع اقول لنفسي نفس اللي كانوا بيقولوه زمان وانا كنت مش موافقه عليه. مش مشكله، حصيرة الصيف واسعة. جماعة مش مهم ننام على أحسن سرير ولا إن إحنا ننام على سرير أصلا، ممكن نحط مراتب، ممكن نحط حصيرة، ممكن ننام على الكنب. مهم اللمة والجامعة والصيف والمتعة والبحر والعيلة والذكريات الجميلة اللي بنعيش عليها طول أيام حياتنا. حصيرة الصيف حقيقي واسعة. بتمنى لحضراتكم السعادة، والصيف جاي أهو وكل الناس تتجمع وكل الناس تتفسح ونكسر الروتين بتاع الشتاء والمذاكرة والمدارس والامتحانات والحاجات دي كلها، وناخد كده راحة في الصيف حتى لو كان المكان صغير، مش مشكلة. حصيرة الصيف واسعة.